مع أصوات ضرب وصواريخ. أول مرة في حياتي أسمع أصوات حروب، أصوات مخيفة. كنت فاكرة الموضوع ده بعيد عننا جدا، بس ربنا بيغير الحال من لحظة والتانية. كمان هيرجع يغير حالنا بإذن الله من الخوف والرعب، رجع تاني نعيش في أمان. أخبار صوتها عالي، الناس خايفة في كل حتة. تعالوا بقى عشان أقولكوا إيه اللي هينفع دلوقتي. أي قرار هتاخده وانت خايف الأغلب غلط. القرارات اللي بناخدها واحنا خايفين عمرها ما هتكون نافعة لينا. يعني لا تحول كل فلوسك على بلد تانية، ولا تصرفي في حاجة من ذهبك أو تشتري ذهب بجنان عشان أزمة عالمية. تخزين يكون بالعقل. لا ينفعك إنك تخزن المواد الغذائية الأساسية كاش في البيت، سيولة. تفول عربيتك، تليفونك كل الوقت مشحون. شنطة الأمان، الشنطة لازم يكون فيها شوية لبس، أدوية، باسبورك، هويتك، فلوس، سيولة، باور بانك للتليفون. والحاجات اللي مش هتنفعك أبدا إنك تبانك وتفضل كل الوقت على الأخبار. الاتزان في اللحظات دي مش رفاهية، والخوف والهلع مش هينفعك ومش هيمنع حاجة ربنا كاتب إنها تحصل. توكلوا على الله وطمنوا اللي حواليكم، تنفسوا واشكروا ربنا. خلوش الخوف والرعب ضيع علينا أجمل أيام في رمضان. لازم نكون فيها مستقرين وهادين روحانيا. عندي إحساس قوي مش هيحصل حاجة وحشة، وربنا يحمينا جميعا.